متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من سلسلة برامجنا على قناة اليوتيوب. والله حسيتها صفعة وسقطة، يعني لدرجة أنني بديت قريت المقال مرتين ثلاث مرات، ربما موش سعد بوعقبة اللي كتبوه، ربما الموقع بيراطاوه، ربما هو كما عادته ربما جاب حط كاتب آخر في مكانه باش ينشر في المساحة نتاعو كما كان يدير من قبل في الجرائد اللي كان يكتب فيها. لكن والله غير نقطة نظام يكتبها سعد بوعقبة، والمقال بعنوان بعيدا عن السياسة. بعيدا عن السياسة بداها بطريقة صادمة الدخل للمقال، ممكن نعرض لكم على الشاشة. الفقرة الأولى يقول: إذا اختار الرئيس تبون فعلا ولاية الجلفة وبلدية البيرين على وجه الخصوص لتربية أبقار المشروع القطري فقد أصاب هذه المرة عين الحقيقة، فالأمر يعد ترقية لمنطقة الجلفة من مستوى الخرفان إلى حجم الأبقار حتى سياسيا. فسكان هذه الولاية يعني تشوفوا معايا، يعني سعد بوعقبة هنا ما استخدمش حتى أسلوب الاستثناء، ما استثناش، ما قالش مثلا بعض سكان، ما قالش مثلا حكام، ما قالش، لا، قال مباشرة، قال سكان هذه الولاية، يعني يقصد حتى المواطن البسيط. يعني ما عندكش أنا قريت الاعتذار تاع سعد بوعقبة قبل قليل في واحد المواقع، موقع إلكتروني أعتقد الأوراس، قال باللي أعتذر لسكان الجلفة وما فهمتونيش. يعني كيفاش حبيتني نفهم؟ أنا راني فاتح قدامي المقال وراني نقرأ فيه، راك تقول بصريح العبارة هكذا: فسكان هذه الولاية، نديروا خطين تحت سكان هذه الولاية، كانوا دائما خرفانا وترقيتهم إلى أبقار سياسية يعد تطورا لافتا. أستاذ سعد، يعني راك تقول سكان هذه الولاية، راك ما قلتش حكام هذه الولاية مثلا، ولا رؤساء بلديات هذه الولاية، ولا السياسيين في هذه الولاية. أنت قلت سكان، يعني اللي فيها والدي ووالدتي وخاوتي وابن عمي وجيراني وهذاك المعلم البسيط وهذاك اللي يجر في الشريطة في السوق والبائع والمشتري، وصفت كل سكان الولاية، راك وصفتهم بهذا الوصف الشنيع اللي من المفروض، يعني إذا ما عارف لا عندك مدقق لغوي ولا ما عندكش، ولا أنت تعتمد على نفسك في هذا الأمر، هذا خطأ أخلاقي قبل ما يكون خطأ لغوي. راك رايح تشتم، أنت راك رايح تسب، راك رايح تعاير. الناس اللي تعاير على الأقل تتحاشي، قال حاشا فلان وحاشا فلان يا سيدي، صح أنت مباشرة دخلت فيهم براسك. سكان هذه الولاية ما تحتاج حتى تأويل، وصفتهم بالخرفان، والآن ترقوا إلى أبقار لمجرد أنه مشروع. أخيرا هذه الولاية العزيزة والغالية، أخيرا الدولة شافت فيها، الدولة نظرت إلى هذه الولاية. ومنطقة البيرين، يعني زيد يعني المشكلة أكثر في مقالك أنك تقول وبلدية البيرين على وجه الخصوص. علاش على بلدية البيرين على وجه الخصوص؟ علاش هذا الكم الكبير من الإهانات والإساءات يا سعد؟ علاش؟ وش داروا لك هذا الناس؟ وش داروا لك أهل الجلفة؟ أهل الجلفة اللي ما يعرفهمش أو مش جزائري، الناس الجلفة ناس بسطاء، ناس كرماء، ناس عندهم عزة وعندهم كرامة وعندهم أنفة. أنني نشوف بزاف، لأنه هذا سبب كتابتك المقال. خليني نكمل المقال ونشوفوا يا جماعة، نشوفوا والله كارثة. أنا صراحة والله غير مصدوم من هذا الأمر. تتذكرون أن ولاية الجلفة هي التي تنطلق منها التصحيحيات في الأحزاب لصالح السلطة. تعميم آخر غريب، هي صارت تصحيحية واحدة صارت في لافلان في حزب جبهة التحرير الوطني وداروها في الجلفة. صارت تصحيحية واحدة، اللي يسمع تصحيحيات يفهم باللي يعني مانيش عارف الأحزاب كلها راح تتصحت في الجلفة، مع العلم أنها حادثة واحدة في التاريخ وعندها عقود. صارت في الجلفة نعم حركة تصحيحية، وهذا أمر يخص لافلان، يخص حزب جبهة التحرير الوطني، هذا يخص بيت الأفلان من الداخل. يعني ما علاقة بابا انايا ولا ما ولا خاوتي ولا انا ولا البياع تاع اللفت ولا الفلاح ولا الراعي ولا الجزار ولا المعلم، ما علاقتهم تصحيح لافلان؟ هل هذا الامر طرح للتصويت على مثلا على الشعب الجلفاوي والجلافه هم اللي قالوا نعم للتصحيحيه؟ فهمني، لما انت تجي يعني قضيه تتعلق بحزب واحد اللي هو لافلان وباعضاء هذا الحزب صرات ووقعت في مبنى من مباني الجلفه، تجي انت تلصقها على شعب كامل، انا والله ما فهمت.
هذا راك هذا اسلوبك وهذا قلمك وهذه كتابتك. انا ما جبتش حاجه من عندي، ما رانيش نجيب من عندي، راني نقرا في النص تاعك ونديروا له هكذا في تحليل لغوي واضح. واش من تصحيحيات صارت في الجلفه من غير لصالح السلطه؟ صح، وهي التي تنطلق منها المسيرات العفويه المؤيده للسلطه. وين يعني نروحوا الارشيف ذوك نبداو نخرجوا في المسيرات اللي يديرها الشعب في كل مره، سواء بايعاز ولا بغير ايعاز. انا ذوك الامر هذا ما يخصنيش، انا ذوك تهمني الجلفه. وثاني هذه وجهه نظر، لنفرض انه هذا الكلام صحيح وأن الجلفة تنطلق منها المسيرات العفوية. أنا عشت في الجلفة، أنا عشت فيها 40 سنة. الكلام اللي راك تقول فيه أنا ما شفتوش، هذه تاع المسيرات العفوية لصالح السلطان أنا ما شفتهاش. أنا اللي نذكرها مليح ونشفى لها مليح أنه الحراك، أنه بلديات الجلفة من أوائل البلديات اللي خرجت في الحراك اللي فات. والله العظيم غير مسيرة في العاصمة ومسيرة في الجلفة. ونقدر يعني نقدروا نلقاو كنا نبثوا في الارشيف، والله غير نجبدوها بالصور بالصوت والصوره والفيديو. والله غير في نفس اليوم يوم 22 فبراير والله غير خرجوا شباب في مختلف بلديات الجلفه خرجوا في الحراك. المصيبه تاعكم والمشكله تاعكم انكم تشوفوا من زاويه واحده وفي منطقه واحده. وكي جبدت روحها جلفه، كي جبدت روحها حبس كلش، تدخل الجلفه يبدا كلش. صح، نكملوا. وهي التي تتبارز مع ولاية أخرى في نسبة المشاركة في الانتخابات بالتزوير. هذه دائما الله لاحظها دائما، يعني كي نبدأ نحكوا على الانتخابات يتهم أو تتهم الجلفة بأنها الولاية السباقة للمشاركة في الانتخابات. هذه والله ما هي معايرة. أنا واحد من الناس والله ما نشوفها معايرة. هذه نشوف فيها وعي كبير عند المواطن وعند الإنسان الجلفاوي، لأنه إحنا نعرفوا، قريتوها لنا في الجامعات، قريتوها لنا في المدارس، رانا نشوفوها في القنوات الفضائية الكبرى، نسمعوها من عند السياسيين الكبار. وين ما نمشوا يقول لك الانتخابات سلوك ديمقراطي. كيفاش حبيت على المواطن هذا يعبر على إرادته من غير الانتخابات؟ واش يدير سعد؟ يخرج يكسرها، يخرج يخربها، هكذا باش تعرفوا، باش تشوفوا أنت مواطن صالح. بصح باش يروح يرفد الورقة نتاعو في السر والكتمان ويحطها في الصندوق تعايروا بها. ياك الانتخاب سلوك ديمقراطي ولا راني غلط؟ اذا كان راني غلط قولوا لي راك غلط. تزورت ما تزورتش هذه مساله اخرى. التزوير موش اذا كانك تتهم في الانتخابات بالتزوير، التزوير مش مقتصر على الجلفه. ماذا بينا تحكي لنا شويه على بلديات ومناطق اخرى. كاين مناطق كسروا فيها الصناديق تاع الانتخابات، كسروها، ما سمعناكش، ما قلت والو. مع العلم انه يفترض انه حتى الناس اللي مع السلطه انسان حاب يكون مع النظام، هذه وجهه نظر لازم تحترمها في ظل الديمقراطيه. اذا كنت تحترم حريه الاخرين، انسان راه مع النظام خلي عليه، راه مع النظام. باش تمشي مع النظام مش عيب بالمناسبه، ماهوش عيب في السلوك الديمقراطي، مش عيب واحد يمشي مع النظام، واحد يحب النظام تاع بلاده. سالوا والله سعد، وجهه نظر. يا اخي راكم تقولوا الحريه، كيما انت راك ضد النظام ولازم نحترموا وجهه النظر تاعك، احترم وجهه النظر الانسان اللي يمشي مع النظام، الله يسهل عليه اختياره. ما فهمتش انا هذا الازدواجيه. يعني من المفروض ناس تكون ناضجه، تكون واعيه، تكون فاهمه. انا ما وش دخلني في واحد مثلا راه مع الاحزاب الاسلاميه ويصوت لصالح الاحزاب الاسلاميه، انا وش دخلني فيه؟ حر في رايه والله يسهل عليه. انسان راه مع لا فلان ولا مع لا رندي، يحب يعشق لا فلان ولا رندي، منخرط وعضو اصيل ويحب هذا الحزب. نجي انا نقول له علاش راك تمشي مع لا فلان ولا علاش راك تمشي مع لا رندي ولا علاش؟ عيب. حتى باش نطرح عليه السؤال هذا عيب. الناس تاع الجلفه حبوا راك تعاير فيهم بالانتخابات، والله ما فهمت، والله ما راني فاهم. يعني من المفروض انني نشكو هذا انسان يعبر على ارائه، يعبر على افكاره بالانتخابات، لانكم صدعتونا راسنا بفكره انه الديمقراطيه والحريه والديمقراطيه، ومن ضمن اللوازم الديمقراطيه هذه مستلزمات الديمقراطيه هي الانتخابات. يروح يفوت يتعايروا، ما لا يروح يكسر الصندوق باش تشكروا، يروح يسب الدين ويعاير ويسب ويمشي وكذا ويدير الفوضى باش تشكروا نتايا، باش تعرفوا باللي هذا انسان حر. بصح باش يروح يمشي باحترامه، يروح للصندوق تاع الانتخابات ويخير هو والشعب، يديرها في ورقه سريه، اقتراع سري ويحطه في الصندوق، لا هذا نعايره وهذا نسبه. والله غير نقول لك راه صاري واحد المشكل، والله راه والله كاين مشكل، سبحان الله والله غير مشكل.
انا الانسان المتحضر نسبه والانسان الهمجي نشكره. غريبه. يعني الجلفه هذه ربي يفتح عليها. الدوله واخيرا الدوله شافت لهذا الناس الجلفه اللي هي اكبر ولايه، ربما واحده من ضمن اكبر الولايات في الوطن، واحده من ضمن اكبر الولايات في الوطن من حيث عدد السكان ومن حيث المساحه ومن حيث الاهميه ايضا. بلاد نتاع فلاحه هذه. لو كان حب ربي والاهتمام راه منصب على الفلاحه في الجلفه والفلاحه بشكلها، يعني سواء من حيث الزراعه ولا من حيث تربيه المواشي الى غير ذلك. الجلفه هذه تغني قاره كامله، تغنيها وحدها الجلفه. لو كان جات الدوله مهتمه بها منذ البدايه. الدوله اخيرا التفتت قالت يا ودي نديروا مشروع نتاع الحليب ونتاع كذا. بديت نتايا توصف سكان تاع بلاد كامله، توصفهم بالابقار وما تقدرش تكذبني لانه هذا مكتوب في مقالك. والله ما جبته من راسي. هاك تقول. وستبقى علاقه هذه الولايه مع السلطه الحاكمه صافيه حليب بعد تحويلها الى عاصمه الابقار الحلوب. علاش ابو عقبه؟ واش داروا لك ناس الجلفه؟ والله العظيم واش داروا لك؟ احنا دايرينك وزنينك، عاطينك وزن. احنا قلنا هذا كاتب صحفي قديم عنده نصف قرن في الصحافه. علاه دارها مثلا حسنين هيكل مثلا سب الفيومه، عاير السكان تاع الفيومه، ولا انيس منصور عاير السكان تاع المنصوره مثلا. علاش راكم ديروا هاك؟ علاش كفي كل مره نجو نرفعوا لكم من مقامكم ونشوفوكم ناس كبار، نجو نكبروا بكم، تدخلوا تخبطونا الخبطه اللي ما نتوقعوهاش اطلاقا. صدمه. المقال هذا عباره عن صدمه، عباره عن نكبه، والله عباره عن نكبه. يعني اعتذارك مانيش عارف كيفاش اعتذرت، كيفاش كانت عندك الشجاعه انك تعتذر اصلا ثم تواصل. يعني هنروحوا نكملوا ونشوفوا شكتك المقال، والله غير نقراوه للناس يشوفوه. لا رانا ظالمين يا سيدي، سبحان الله نعتذروا. لا رانا ظالمينك نعتذروا يا سيدي، مع انني ماني شايف حتى يعني نقرا في المقال باللغه العربيه ونقراو فيه بالكلمه وبالحرف. هاجمت سكان الجلفه صراحه، ما فيها حتى نقاش. ما عجبكش السلوك الديمقراطي تاع الانتخابات، ما عجبكش، ما تدخلش راسك. لا ما عجبكش الحال انه مصنع نتاع الحليب واخيرا بلادنا راح مشات للمنطقه الطبيعيه نتاع هذا المكان اللي بلاد نتاع فلاحه. انتم في العياد منين تروحوا تشروا الكبش؟ منين تروحوا تشروه؟ منين تجيبوه اذا كنتوا تشروه اصلا؟ الناس ثم فاتحين لكم ابوابهم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. تجي تكتب عليهم كلام كما هذا؟ سنوات هما فاتحين لك الابواب، سنوات طويله هما فاتحين لك الابواب ويحترموك. واكثر الناس اللي كانوا يشروا الجريده باش يقراوا مقالاتك في وقت من الاوقات تخذلهم هذا الخذلان كله، تهينهم هذه الاهانات كامله هكذا جاتك عادي كلي ما قلنا والو، ما درنا والو. نكملوا. قال لك الرئيس بومدين رحمه الله كان أيضا يراعي التوازن الجهوي في توزيع المشاريع على الولايات حسب خصوصيات كل ولاية وأهلها. فقد منح مثلا مصنع الثلاجات لولاية تيزي وزو بحكم أنها منطقة معروفة بسخونتها السياسية وتحتاج إلى مؤسسة تبرد المزاج السياسي للمنطقة. فإذا أساء المسؤول أدب قيد أنملة في ولاية تيزي وزو فسيضربونه بمسيرة غير عفوية تعيده إلى رشده. هذه والله ما هيش كما الإساءة اللي درتها الفوق، هي إساءة، هذه ثاني إساءة ولكن ما هيش كما اللي الفوق. ما أعطى هاي الطامة الأخرى، هاي طامة أخرى. استغربت أنا، تعجبت، قلت والله ما أكتب، والله بديت نقرأ كي وصلت للفقرة وقلت ودي وش بيه الراجل؟ وش كاين؟ بومدين مسكين الله يرحمه أعطى أيضا مصنع الحرير المستخرج من دودة القز لولاية تلمسان لأن المنطقة مدودة بالسياسة، فمنها خرجت المجموعة الكلبية التي حكمت الجزائر لمدة 60 سنة. عيب والله، غير عيب هذا راه طعن وضرب. مدودة المصطلحات يعني والله عميد، قال لك عميد الصحافة في الجزائر يعني مدودة والمجموعة الكلبية. وعلاش هذا المنكر؟ المجموعة الكلبية أنا اللي نعرف عليك تقصدها أنت واضحة لكل الجزائريين، فيها مجموعة كبيرة من المجاهدين وعلى رأسهم هو بومدين الله يرحمه. هذه إساءة أخرى، هذه من المفروض والله ما يسكت عليها، هذه من المفروض وطنيا على المستوى الوطني والله ما يسكتوا لك عليها. هذه ما قالهاش بورقع الله يرحمه، ما قالش الكلام هذا. انت تتجرأ توصفهم بالمجموعة الكلبية التي حكمت الجزائر 60 سنة وسميت بمجموعة تلمسان أو مجموعة وجدة،
ولم يكن من الصدفة أن زودت تلمسان البلاد برئيسين حكما الجزائر ثلث مدة ما بعد الاستقلال، لأنهما كان يمثلان القوة الناعمة لنظام الحكم في الجزائر المستقلة، نعومة الحرير التلمساني. الله أعلم مش استفدت أنت من الرئيسين هذون. احنا شخصيا لا الجلفة لا غيرها ما استفادوش منهم، ما كانش لا أنا وليد الجلفة ولا أهل الجلفة ولا ساكنة الجلفة، مانيش عارف والله، ماني عارف شكون يستفاد منهم. روح ويواصل الإهانات. هاو جايكم ناس عنابة، هاو جايكم. وليس من الصدفة أيضا أن منح بومدين لولاية عنابة مصنع الحديد والصلب في الحجار، لعل وعسى يعالج هذا الحديد ميوعة العنابيين. ميوعة العنابيين يا أبو عقبة، ميوعة العنابيين. صار العنابيين الرجال. يعني إذا تكلمنا على الرجولة في الجزائر ونتكلموا على عنابة يا بابا. ميوعة، وش تقصد بميوعة العنابيين؟ ماذا تقصد بميوعة العنابيين؟ سؤال لغوي واضح، ما عندي حتى خلفية. ماذا تقصد بميوعة العنابيين؟ جاوب ناس عنابة اللي مازالوا نظن ما قراوش المقال الكامل، لأنهم والله ما فقولها، أنا مفوقهم ليها درك. واش تقصد بها ميوعة العنابيين؟ مش رجال؟ جاوبهم، أعطيهم واقعة تاريخية ولا عفسة من هذا العفايس. احنا نعرفهم رجال، نعرفوا عنابة رجال. ويكمل على وهران ويكمل على قسنطينة. وقد يكون في آخر المقال وقد يكون شعار الجلفة مستقبلا رأس البقرة، مثلما كان شعار تلمسان دودة القز الحريرية. واش هذه الخاتمة؟ ما هذه الخاتمة يا أبو عقبة؟ احنا كنا نحسبوك مدرسة نتاع كتابة ونتاع رأي، تحترم الجزائريين. احنا رانا داخلين في حرب مع المروك، في حرب مع بوزبير اللي ما خلت لنا صيل ولا مفصل، اللي ما خلت لنا جد، ما خلت لنا مقاومة، ما خلت لنا شهداء، ما خلوا لنا حدود، ما خلوا لنا سمعة دولية، ما خلوا لنا والو. قاعدين احنا متحاربين مع بوزبير ومتحاربين مع المخزن، نحاربوا فيه وعدينا هنا الداخل. هذه لو كان كتبها مروكي نقول يا ودي مروكي، المخزن راه يدير في البداية، بصح كتبها سعد بوعقبة. القلم والصحفي الذي كان لا يشق له غبار، مانيش عارف صرا له في السنوات الأخيرة. مقالاته أصبحت باهتة وباردة، يوصل يسب ولايات بأسمائها وبسكانها. كان والله غير كان ممكن تعبير بسيط منك تغير برك شوية في التعبير، تغير شوية برك. قال بعض، تزيد غير بعض. كي تعرف روحك بلي راح تدير بومبا وراح تدير ديقة وراح تهرد لها جدها، زيد بعض. كي تقول بعض قال يا ودي الناس قاعد تستثني نفوسها، قاعد نقول قال البعض، هاو عارف ايش هيقول. سكان بالسكان بالولاية أخبط عنابة ميوعة وتلمسان مدودة وجلفة بقر ورايح. احنا نسموها سوء الخاتمة، الله غير نسموها سوء الخاتمة. ربي يهديك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.